بمناسبة ان انا ما ينفعش ابدأ يومي من غير نسكافيه، وطبعا عارفين ان نسكافيه مقاطعة، فانا دورت على البدائل اللي لقيتها قريبة مني يعني الفترة دي، وهي مصر كافيه وكمان ابو عوف. وطبعا في شركات تانية كتير، بس دول اكتر حاجتين لقيتهم متوفرين حواليا. فتعالوا نجربهم ونشوف ايه اقرب حاجة لشركة نسكافيه. العلبة شكلها حلو قوي بتاعت مصر كافيه، بس الحبيبات مش زي نسكافيه خالص عشان نبقى صراحة مع بعض. بس ملناش دعوة بالشكل، خلونا نتكلم على الطعم. من ناحية الرغوة فهو عمل رغوة حلوة جدا، ودي حاجة انا كنتش متوقعاها. وتعالوا دلوقتي ندوق واقول لكم رأيي فيه بكل صراحة. الباكج بتاعت ابو عوف بجد شكلها حلو قوي، وسعر الكيس ده كان 5 جنيه، وده سعر حلو جدا بالنسبة للأسعار دلوقتي. فتعالوا برضو اجربه واقول لكم رأيي فيه بكل صراحة. عايزه اقول لكم ان فعلا الاتنين دول قريبين قوي لشركه نسكافيه، بس عشان ابقى صريحه معاكم ابو عوف حلو قوي وقريب، بس بصراحه مش ده اللي ممكن اعتمد عليه ان انا اشربه كل يوم. بالنسبه لي اقرب حاجه كانت مصر كافيه، دي من وجهه نظري. فبجد هو اللي حسيته اقرب حاجه لشركه نسكافيه مصر كافيه، فده اللي انا هعتمد عليه اعتماد كلي الفتره الجايه لغايه يعني ما اكتشف حاجه تانية اقرب كمان من مصر كافيه. بس لغايه دلوقتي مصر كافيه، فبجد منتج ممتاز. وانتوا عايزين فيديوهات تانية لبدائل المنتجات المقاطعة اكتبوا لي تحت في الكومنت، وكمان ما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.